الرجاء الاشتراك في قناة تحشيش أصلي. جمهورنا الحبيب، برنامجنا مع تيسير. اليوم ضيفتنا مثل ما تعلمنا عليها دائما نشوفها باللك الراقي بالكلام الحلو. اليوم ضيفتنا مو بس نجمة مسرح، نجمة إعلانات درجة أولى ولا شعبية كلش قوية. شرفتنا هنا بقناتكم الحبيبة، قناة هنا بغداد. حنسولف وياها وتحكي لنا زين، ونعرف تفاصيل احنا ما عارفينها عليها، لان نعرفها احنا بس من خلال التمثيل. خلينا نشوف الفنانة الجميلة الراقية دالي. مساء الخير. شلونك يا غالية؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله زين. حضرتك طبعا انا اليوم كلش سعيده بوجودي بهذه القناه الراقيه، وكلش فرحانه اليوم بوجودي وياك. انا اكثر. حياتي اشكرك. جمهورك تحياتي كل طول الناس صايمه؟ طبعا اكيد. رمضان كريم عليهم، وان شاء الله يا رب كل سنه وكل عام ينعاد علينا بالصحه والسلامه والخير. شرفتينا. حياتي يلا أشكرك. تعال يلا نقعد نسولف. يا اهلا وسهلا. حياتي اشكرك. شلونك دلو؟ زين الحمد لله. اخبارك؟ ان شاء الله زين. اخبارك؟ اليوم معلن الستور قابل عيطه خمس. ليش شيء؟ خلط السيور. انزل عندي بوم. مخرجنا اوكي؟ انزل. نزلت. شلونك؟ زين الحمد لله. ان شاء الله زين. تمام. مشتاقين لك؟ اني الاشواق والله كل شيء. زمان احنا ما مشاوفين، مو صحيح؟ اكيد صاركم من المسرحيه الاخيره؟ اي من المسرحيه الاخيره. انت اخذتش الدنيا والهوسه مالتها. اي عافية. وانا التهيت بين برنامج بين سفر بين شغل. الله يسعدك. بس كلش مشتاق لك. دائما. الله يخليك. انت راقيه واخلاقك الحلوه. الله يخليك. وطيبتك. فدوى قلبك. اشكرك. هاي راح اسولف عليها لانه اكو جانب ثاني جمهورنا الحبيب ما تعرفوا ويا دالي نعيم، اللي هو الجانب الانساني. راح نسولف عليه، واليوم حلقتنا ايضا راح نسولف على السوشيال ميديا هواي. اوكي طبعا. ماشي؟ طبعا. هاي كاميرتك. كاميرتي. وجمهورك يتابعك. اكيد طبعا. وينتظر الاخبار الحلوه اللي مثلك. ان شاء الله. فشو تقولي لهم؟ اكيد اقول لهم اني كلش احبكم واحترمكم هوايه، وان شاء الله يا ربي تدومون الي واني ادوم لكم. الله يخليك والنعم منك. الله يسلمك. سمعتوا دالي ايش قالت؟ كلش احترمكم. جماعه السوشيال ميديا احنا كنا اهل واخوان واصدقاء، ودائما ننوه على هاي القضيه. اللي يكتب على اليوتيوب باسم مجهول، خلي ببالك انت من تنزل باسم مجهول مو مشكله، ما حد يعرفك، بس تذكر انه انت عندك اخت ايضا تدخل على اليوتيوب، وعندك قرايب واصدقاء، مو صحيح؟ فخلينا نرتقي باخلاقنا. طبعا احنا ما بدنا نحكي بشكل عام، لا اكو ناس محترمه وراقيه وتعرف شلون توظف هاي القضيه. نعم. نورتيني. حياتي. نورتي قناه هنا بغداد. اشكرك. واحنا نموت عليك. حياتي. الله يخليك ويسلمك. شنو اخر اعمالك؟ اخر عمل اشتغلته مسرح. مسرح. وبعدين يعني ما اعرف، اني نوهت اكثر من مره، قلت اني مسرح بعد ما اشتغل. نعم. سمعت هذا الشيء. اي يعني سمعت من المنتجين انا صراحه. اي الافضل تيسير انه اكون مبتعده، لانه يعني اكو تفاصيل ما ادري تزعج. يعني مثلا اكو فنانه اذا انزل اني ما انزل وياها، ما انزل ويا داليا، ما عندي اي تاتش وياها. ليش؟ مشكله بدون سبب، فخليتها لهم. انت راقي. الله يسلمك. احنا بالعكس الكل زملائنا ما نشخص الامور، بس نحكي مرات اكو امور هي صغيره بس تكبر وتاثر، مو صحيح؟ صحيح. وتخبط الخاطر. طبعا. لا ارادي. بعدين هذا مسرح تتش ويا الجمهور مباشره يعني. حتى ما تشتغل وياي على يعني على الخشبه نهائيا، ولا عبالك دا احكي وياها. اوف. هيك يعني ما عندي اي مشكله وياها. زين نروح. وانت الناس يحبوك ويعرفوك انت شنو، مو صحيح؟ الله يخليك ويسلمك. انت يعني اكثر من مره يعني من خلال عمل تلفزيوني. نعم. من خلال سنين اللي متشارك وبعده طويل، الله يا شارك يتابنتوني، ربع لميت وبعد ما ظل حيل، لو علم من بعد نعم عيوني. مسلسل او برنامج من ينطوش خبر
دائما ما تقبلين تشتغلين تلفزيون؟ مو ما تقبلين بس يعني احسك متقيده من هذا الجانب، ليش؟ على فكره انا قاطعك اسف، ليش سالتك هذا السؤال؟ نعم. لانه اكو دائما يستاذوني بنات من يشوفوني سلم لنا على دالي الله احنا يسلمك. نحبها، ليش ماكو بالمسلسلات؟ فهذه امان لازم اقول لك اياها. ما اعرف تيسير، ما اشوف نفسي بالدراما لانه التزام. التزام. انا ما قاعد الصبح واقعد اصور ثاني يوم، ما احس نفسي هيك يعني. بس الدراما التزام صدق. طبعاً التزام. الدراما قضيه بالالتزام صحيح. راكور وهاي الامور. انا اشتغلت مسلسل واحد اي كان مع عمران التميمي. نعم، استاذنا وحبيبنا عمران. اكيد اوجه له تحيه، وبطوله ماجد ياسين، تحياتي الى الراقي في دول عيونه، وأست انعام الربيعي ايضا طبعا، ونجم الربيعي الله يرحمه. الله يرحمه. هذا الحكي سنه؟ سنه تقريبا 2010. 2010. ومع الاستاذ ايضا الكبير علي داخل. الله، اوجه له تحيه في قلبه. كلهم اساتذتنا وعزيزين، ان شاء الله راح يكونون جمهورنا الحبيب ان شاء الله. اريد اقول لك في الشغله. نعم. المسرح مو اخذ غير جانب شويه. اخر ايام هسه انا صار لي تقريبا سنه من نازل مسرحيه. متقصد ما انزل، يعني تجيني عروض. شوف تيسير، يعني ما ادري يجوز البعض يزعل من هاي الحكايه، بس كانوا يجيبون عن المسلسل مالتنا شيء يطلب منها. هو احنا من صحيح. قامت يا تجي والنوبه مو هنا المشكله. نعم. تقول لك شنو هاي شنو؟ انا اطلع وياها بالتحيه. النوب اطلع وياها شنو هاي شخصيتها اكثر من شخصيتي؟ ما اقبل. النوب انا وياها نفس الشيء. طبعا دالي حكي كله صحيح، لانه انا قبل فتره ليش ابتعدت عن المسرح؟ اكو برنامج ايضا القناه الثانيه اللي هو برنامج اخطائي. نعم. كنت انا ضيف به، فكان الحوار جدا صريح دالي. شفته اللقاء. شفتي؟ الله يخليك. فسالني قال لي على الدخلاء. قلت له احنا ما نعمم، بس احكيك على الدخلاء. صح. احنا في قمه يعني اندماجنا بالشخصيه وصناعه النكته، وانا على الستيج واحاورها اعطيها حوار ما تجاوبني. فظليت صافن، اخر شيء ركزت عليها طلعت ملتهيه انه تتباع بالجمهور. هذا شيء طبيعي. كله هيك. اصلا اكو ناس بدون ذكر اسماء طبعا تبدل وتسوي ميك اب وتتمكيج وما اعرف شنو هيك على مود يعني على مود السر الاول. هذا المسرح اصبح هيك، لما تعاتبونا وتقولون ليش مو على المسرح، يعني احنا الحقوق محفوظه للكل، والمخرج ما ادري انقلب طيار كل ساعه يسوي ليش. زين هسه بس خلينا نكمل. نبغاني حكيت اكثر من دالي شيخ طيب مجال. زين والله. زين يعني هذا الواقع الحال. ان شاء الله نرتقي بهذا الشيء. حد المفروض. اي ان شاء الله نرتقي. ان شاء الله. وانت وعدتيني بمفاجاه مو صحيح؟ اي طبعا. بعدين نسولف على موضوع مسلسل ان شاء الله. جمهورنا الحبيب نطلع فاصل ونرجع ويا الراقيه الجميله دلو. حياتي. انتظرونا. جمهورنا الحبيب وعدنا، هاي مالنا مخرجنا سبيستو. دالي عيوني. قبل الفاصل حكينا على التلفزيون مو صحيح؟ صح. انت قلتي لي انه اكو فكره انه مسلسل مو صحيح؟ اي ان شاء الله اكو مسلسل قريبا. اي ان شاء الله راح يكون، ما احب انوه عليه بس خليها مفاجاه للجمهور. ان شاء الله. ان شاء الله. تم الاتفاق على قناه؟ قناه لحد الان ما متفقين يعني عليها، بس اكو فكره مسلسل ان شاء الله. ان شاء الله ايضا ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. ما احب اقول. واحد كلش مكروه. تيسير احمد يخاف بالفدوى عينه. ان شاء الله راح يشوفونا سوا انا ودالي ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. من الطلعين بالشارع. اي احكي لي الجمهور شلون؟ اكو ناس زينه واكو ناس لا ما يتقبلون الموضوع يعني كنظره ما حلوه. مو صح؟ نظره ما حلوه. كنظره ما حلوه يعني اني مره من الايام انه دا اتمشى اني والدتي بالكراده. الله يحفظها. الله يسلمك. جتني وحده عشان تقول لي انا مت من عندك. تقول لي انا حربيش هسه بدون سبب ظل يصطافني يعني مصدومه بيها. قلت لها حياتي الله يسامحك. يعني بدون سبب يظل يصطافني عليه يعني شنو الجرائم؟ احنا هو هذه قضيه جدا مهمه يا ستي، انه احنا بدنا نفرق انه الفنان احنا علينا بالفنان بما يقدمه. صح. حياته الشخصيه هو من هو ما لنا علاقه. ما لنا علاقه، يعني بمصر اكو فنانين يحضرون محاماه ويترافعون هم محامين بس هو فنان. طبعا. صحيح؟ العالم تنظر انه مثلا اني اذا انطوني في الشخصيه بالمسرحيه انه مثلا اني اطلع انه انت هيك، انه اني هيك اذا اني يعني شريره او فد لقطه بها انه فد رقصه او فد شيء انه اني هيك ترى انت هذا وضعك. يبو
على الناس اللي ابد مو زينه. ما خرجنا. جمهورنا الحبيب نطلع فاصل، الاعلانات خير من الله، ادعوا لنا الحمد لله. قول اعوذ برب الفلق. جمهورنا نطلع فاصل نرجع لكم ويا دلو. يلا فاصل رجعنا لكم مع الجميله الراقيه دلو. شدوا على عيني. استاذ حيدر منو قلت لي عندنا ضيف؟ اي استاذ يونس اعتذر اي ما راح يقدر يجي صح. يلا اوكي يلا بس القناه حبت يعني كمل لي لا لا ويا الضيف حد دخل الضيف. عندنا ضيف الاخ؟ إيه. يلا اوكي ما عندنا منتج منتج؟ اي منتج اسمه احمد السفير. بس غير لو تجي نجمه ما اعرف والله يعني. اوكي احمد السفير هذا هو تجي يلا اطلع تعال مرحبا استاذ احمد اهلا وسهلا زادنا الشرف شرفنا صار خير. سدالي غنيها تعريف استاذ العفو احمد مو؟ احمد الشر احمد ايش؟ احمد السفير يا اهلا وسهلا شرفنا احمد السفير. نحكي باختصاصك انت اليوم منتج تلفزيوني؟ نعم بس احنا ما ملتقين يمكن؟ لا شغل بالخارج. بالخارج. اي نعم. شو عشان عندك هنا؟ والله جيت ما دام موضوع يعني نجي نشوف الاهل يعني قلبي. الله يحفظك بس انت شمرتك من طبيب نظارات. حاضر يا استاذ. يلا باي كيو. جمهورنا الحبيب وعدنا مع الجميله الراقيه دالي وايضا الاستاذ احمد السفير يشرفنا الحين ينضم لنا باللقاء. استاذ احمد مرحبا حبيبي. شلونك؟ كل عام وانت بخير، رمضان كريم عليك ان شاء الله. اهلا وعليكم بالخير والصحه. صحه وعافيه ورزق. استاذ احمد احنا اللي نعرفه عن حضرتك انه انت منتج. منتج تلفزيوني. مو صحيح؟ ما عندك اعمال بالعراق؟ لا والله اشتغلنا يعني بداياتي بلبنان وسوريا بعد ما صارت الازمه بسوريا يعني. نعم. انتقلنا للخليج يعني. اشتغلتوا مسلسلات ولا برامج ولا شنو؟ برامج تلفزيونيه. برامج. جتني يعني عروض مسلسلات بس ما عجبني الشغل صراحه يعني. بالعراق ما عجبك؟ يعني مو ذاك الشغل. طيب انت هاي شنو؟ شنو التصرفات؟ باشا حيدر. باز احمد. بودي جارد مالك. بودي جارد مالك. على عيني راسي. على عيني راسي بس يعني احنا الو النوب كفني يونس محمود ما يكفيش. ايه ده تعرفي؟ اوكي بس دقائق حتى السبيستون مش هيكتب. دقائق ماشي بس عندي برنامج اكمله. خلاص اسف. لا يا ابو اسف. استاذ احنا من نسجل بعد اذنك انت منتج المفروض سيدي عارفين صح لو في مو صح؟ فما يصير تقاطع. بزنس يعني عامل هذا الموضوع زعل. مخرجنا اوكي؟ يلا ارجع من التقديم ولا شنو؟ مشيها قبل نبدا من التقديم. من التقديم؟ يلا اوكي يلا. جمهورنا الحبيب بعد الفاصل وعدنا مع الجميله الراقيه دالي والاستاذ المنتج احمد السفير. زادنا الشرف استاذ احمد. شكرا حبيبي. الله يخليك. استاذ احمد حضرتك منتج بالعراق؟ لا برا؟ اي انا ما شايف لك اعمال بالعراق الصراحه. حبيبي ما مو مشكله ما دام شايفني او شايفني المهم انا موجود بالساحه وانتج يعني وانتاجي موجود. احنا من المحبه نحكي لك يعني. الله يخليك حبيبي. يعني مو مشكله انه اشوفك يعني يزيدني شرف اشوفك انت جميل وراقي. يجوز يعني يصير عمل بيناتنا بعد هذه الصدفه الجميله. ان شاء الله ان شاء الله. اخر اعمالك شنو بالخليج بمصر وين؟ انتجنا اعمال سريعه لاحدى التلفزيونات اللبنانيه والحمد لله والشكر يعني لاقى حضور جميل. نعم. شو تقول لمشاهدك العراقي؟ هاي كاميرتك. ان شاء الله يعني اقدر انتج لهم فد شيء مرتب يعني من خلال انت هاي شنو هاي؟ مش حشة لا هسه مدير اعمال انا. عسبع الصوت. صحيح. احنا بدنا نصير ما يصير تقطع. انت قلبي ما يصير تقطع. اكو تيك تو يعني مو فد مشكله. تيك تو مو مرتين صار تقطع. نعم ما يخالف. حيدا انا بعد ما عايش برا وهذا اسلوبك. حيدا انا بعد ما عايش برا وهذا اسلوبك. شو التصرف هذا؟ حبيبي. ايه انا حروح تيسير. لا لا حبيبي لا اسمعني هاي الاجور ما تفيدني قلبي. بالتليفون اخوي قلبي. لا حبيبي بالتليفون. اكو تيك تو شنو استعمل طبق التليفون من عندك. طبق التليفون منك. لا اعطي التليفون بعد اذنك بس رجال داخل بس اسمع بس احكي وياك يقول لك جيب التليفون. لحظه شنو لا عيب ضيف عندنا ضيف عندنا احترم الكادر. ضيف ابو شباب التليفون ما بعد وين يصل وين منولي؟ اي بعد اذنك اذا دق التليفون يعني ممكن بعد اللقاء ماشي. بس عفوا يعني شو كنت بس قلت لك يلا صور الضيف يمي مالك بس وين هالكلام يعني يلا ولا يهمك صور حاج عندك انا عندك يابا شنو السالفه تيجي تحكي بمكاني بدنا نحكي اذا نصور. يلا جاهز
اني ما اقدر اكمل لقاء. لا ستي كل الحوار يكون ويا مالك. عيب. لا لا ما يخالف. 3 2 1 كيو. جمهورنا الحبيب، وبعد الفاصل عدنا معكم مع السدالي وايضا المنتج احمد السفير. احمد، شنو رايك بالاعمال العراقيه؟ هابط. انت ليش ما تحترم نفسك؟ هابطه شنو؟ انت منتج ومثقف وراقي ومحترم، تحكي باسلوب. صار مرتين تدخل الحمايه مالتك ما حكينا. حبيبي سالتني عن رايي وهذا رايي. إيه ممكن ترتقي بالكلام يعني. اي رايك ما هابط يهمنا عاد. حبيبي، ما قلت لك غير ثاني. هابط كلمه مو حلوه. ليش؟ ما حلوه بحقك مو بحقنا. لا لا لا، فن هابط. شنو الهابط فيه؟ كل شيء. يعني طلع على مسؤوليتك؟ صور صور حبيبي. يلا صور. 3 2 1 كيو. جمهورنا الحبيب، وبعد الفاصل ايضا عدنا معكم مع الجميع دالي والمنتج احمد السفير. احمد، شو رايك بالمسرح العراقي؟ هابط؟ نعم. وضح لي شنو كلمه هابط؟ ليش؟ تجاري. انت تعرف شنو كلمه هابط؟ اي نعم هابط. شنو هابط؟ انا خريج فنون جميله واعرف. يا دوره تخريج، يا دوره ماشي. ملتقينا هناك؟ وما نلتقي. انت مواليد؟ انت اقدم من عندي. انت حضرت كم مواليد؟ انت اقدم من عندي. ممكن اعرف انت مواليد؟ 84. يعني اذا انا اقدم من عندك. اي طبعا اقدم. بس طبين اكبر مني. لا ليش انت اكبر من عندي؟ والله عمي شايب. امه؟ اي والله شايب. بعد خبرتي كثيره يعني. الحمد لله. زين، ليش هابط؟ سولف لنا من تحكي بهالقساوه على المسرح العراقي، ليش هابط؟ يعني قاعد سدالي احد نجومات المسرح العراقي. من تحكي هدي شوي. يعني احدى نجمات المسرح العراقي. طبعاً. اذا مو نمبر 1. اصلا ما عليك. يعني انا عبالي الاخت يعني مدير في الشيء يعني ما ادري. يعني ما شايف المسرح العراقي؟ ما اتابع مسرحيات عراقيه، يعني المسرحيات العراقيه اللي ربينا عليها. ايه؟ يعني يمكن. يعني ما شايف المسرح العراقي؟ ما اتابع مسرحيات عراقيه، يعني المسرحيات العراقيه اللي ربينا عليها. ايه؟ يعني يمكن. يعني ها؟ بدايه التسعينات بعد إيه؟ انتهى المسرح العراقي. انتهى المسرح العراقي. إيه نعم. طيب المسلسلات العراقيه؟ لا بيها بيها مسلسلات جميله وهادفه. ماشي، شكرا لحضرتك. طبعا نرجع الى سدالي. احنا حكينا على التلفزيون. هسه في الاونه الاخيره صار اكو برامج سريعه. نعم. يعني هم برنامج، هم بممثلين، هم شو، هم عرض، وهم مو مسلسل. صحيح. اقل تكاليف. هو هذا يكون متابع اكثر. انا احسه. ايه. يكون متابعتك. يلا بابا شنو انت تعال. الله يخليك انا بعد شنو؟ ما بال. مدير اعمال عندنا شغل استاذ شنو؟ عندي عمل وقتي ثمين. اذا انت وقتك ثمين لازم تكون محترم، وانت مو محترم. انت ما محترم. محترم غصبا عليك. زين، تجاوزك على الضيف مالتي، هاي ثالث مره لا تدخل. زين، انت هاي شنو تصرفات؟ عوفه. تمشي ليك كلام مو وياك. لا الخاطر. وياي وناس. لا تتجاوز. احترم نفسك. يلا لا تتجاوز حبيبي. يلا جايب قناه محترمه اني. اقول لك مخرجنا اخذ لقطه. لا تقول هاي، لا تحكي. لا تقول هاي، احترم نفسك. لا تقول هاي. يلا تقول هاي. استهبت لا. شلون تجيب ضيوف؟ عوفه. شنو هو؟ دمشي ليك. اخذ هذا الدبدوب مالتك. اخذ هذا هذا يفسخ هسه. من وين؟ هسه يفسخك. شو دروح بابا دروح. يفسخك. عوفه. يلا يعني هذا شلون دخلته هذا؟ الو ايش كاتب عليه؟ بعد كاتب عليه ده مركبه طويله. هاي شنو تصرفات؟ يلا احترم نفسه. نرجع نكمل على خير. محترم وغصبا ما عليك. شنو الاسلوب كلام مو وياك. هذا؟ دروح كلام مو وياك رجال. دروح يحضر بس لك كرسي شيء انت وكرسيك. ما متجوز اخوي، ما متجوز يعني ما متجوز. والله. ما متجوز حبيبي. روح توكل بالله توكل بالله. عوفه. تعال وين واحد؟ يلا عوفه كمل. يلا كمل رجاجه. يلا نكمل شنو فوقها عاد. الاسلوب هذا؟ استريح انت همين. شنو اشتغل عندك اني؟ استريح عاد. على كيف السدال، على كيف. فنانه. اقول لك خذ لك قطعه، خذ القطعه ما تخلي ولي قطعة. منتج. اي لا اشبر لك جلاس عليه، اشبر لك جلاس عليه بعد، اشبر لك جلاس عليه. جوزته عندنا شغل. يا حبيبي والله ما متجوز. دوخر انت دوخر. فنانتي. والله كلامك. الله عليك الله عليك لا تحيرني الله. يا ابو يا بدايه. شوف يا بدايه. استغربت انشراح ده اللي جاي احلى من اللي راح. يا ابو راسي يا ابو راسي. الله يوفقك ان شاء الله. يا ابو راسي يا ابو راسي. عمي الله يخليكم شر. دالي يمكن. شو
يابا يابا دالي تعال دالي صار بيع الكهرباء راح للمثل صار بيع الكهرباء دالي يا صاح لا قامت ترجف دالي صار بيش ازبري هذا ازبري وهذا ممثل المنتج وذولا كلهم كلك وصفقة دالي كاميرا خفية دالي دله تيسير جسمي كله قام يرجف طونا كلينس طونا تعال حمودي احمد من الفنانين الشباب هاي شنو شلون ممثل؟ يخبط ها؟ ساحة موجودة شباب يخبرون ممثلين هذا الدبدوب تعال دبدوب هذا هم كلك دبدوب كارثة سلم على دالي حياتي شلوني بالعركة؟ خبرين بس احنا اسفين أنا طبعا ما أعرف شو أقول لكم بس الفكرة كلش حلوة ما مطروقة تجنن منورتينا الله يسلمك ونورتي قناتنا بغداد وشرفتينا بالبرنامج الله يخليك فدوى بس غير خفتي علي طبعا دا اشوف دم ازبري جمهورنا الحبيب اليوم مثل ما عهدناه الدلو منوره فدوى عيني زين وسامحينا على التقصير عادي بالعكس واهم شيء جمهورنا الحبيب انه كنا خفيفين نظن عليكم طبعا احنا ردنا نشوف جانب ثاني من شخصيه دالي اللي هي شكرا جزيلا زين خلاص صار ازبري نشوف جانب ثاني من شخصيه الفنانه الجميله ومثل ما تعلمي المخرج يلف انقلب مرور كل ساعه يسوي زين كل عام وانتم بخير اي اكيد وانتم بالف خير وان شاء الله يا ربي كل سنه وكل عام تحقيق كل الاماني يا رب يما شلون تلبق انتظرونا باكر ونجم راقي من جمهورنا الحبيب انتظرونا ومع السلامه في امان الله